مساء الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تبقى سنة سعيدة عليكم. انا قلت ما ينفعش ما اطلعش عيد عليكم، فحبيت اعمل كده حاجة خفيفة خفيفة كده في بداية السنة، وكأننا بندردش مع بعض وكأني بتكلم معاكم كده، يعني حاجة كده خفيفة خالص علشان يبقى اليوم كده حلو، أو اليوم في السنة يبقى يوم جميل كده بالنسبة لي وبالنسبة لكم، ما يكونش معقد. يعني عايزين حاجات خفيفة كده. طبعا أنا بتمنى ليكم، مبدئيا بتمنى ليكم كل الخير، ويا رب يا رب يا رب بجد ربنا يحقق ليكم كل حاجة بتحلموا بيها. لاني انا عارفة ان احنا مرينا بايام صعبة شوية، بس ان شاء الله ان شاء الله الخير جاي. وتفائلوا بالخير يا جماعة، تفائلوا بالخير، وان شاء الله خير. انا متفائلة ان شاء الله. كنت حابة اقول لكم حاجات كده بسيطة وخفيفة بالنسبة للابراج. عايزة اقول لكم كل برج في علاقة الحب ممكن يحذر حبيبه ازاي. يعني عشان هو مثلا بيحبه فيقول له ايه اكتر حاجة ممكن تضايق الحبيب من الشخص التاني. بس كل برج بقى بيقولها ازاي. يعني مثلا آم، برج الدلو مثلا، برج الدلو ممكن يقول ايه للشخص اللي هو بيحبه علشان يستحمله؟ تفتكروا برج الدلو هيقول لحبيبه اتحمل صمتي؟ لان برج الدلو لما بيسكت بيجنن الطرف التاني، اللي هو الطرف الحب، اللي هو يعني حبيبه بيتجنن. بيبقى عنده حاجة اسمها لغة الصمت كده، بيصمت لدرجة ان ممكن يرعب الانسان اللي قدامه. فعشان كده يقول له ايه اتحمل صمتي، يعني بجد اتحملني لان انا لما بسكت. فدي مشكلة برج الدلو. لازم الطرف اللي بيحب برج الدلو لازم يتقبل الموضوع ده، ان هو بيبقى صامت، وهو بعد فترة ممكن يتكلم ويقول كل حاجة، بس لما يصمت كده ما تخافش بقى، سيبوه. ده برج الدلو. اما برج الجوزاء بقى يقول ايه لحبيبه علشان خاطر يستحمله في نقطة معينة؟ يقول ايه؟ هيقول لحبيبه تقبل مزاجاتي، تقبل مزاجاتي. لان برج الجوزاء يعني متقلب المزاج بطريقة رهيبة، احنا عارفين حاجة زي كده. فساعات حبيبه بيبقى مخضوض، فجأة يلاقيه بيضحك ومبسوط وبيحبه كل وبيحسسه بالحب قوي، وفجأة انت ولا في دماغي ولا اصلا بحبك، مين قالك انا بحبك اصلا؟ ففعلا تقلباته مرعبة. فلازم يقول لحبيبه تقبل 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 مزاجاتي. ده برج الجوزاء، لاني كل حاجه لازم كده يبقى ليها عيب. بس فدي مشكله برج الجوزاء، ان هو لازم ان هو يقول لحبيبه حاجه زي كده، وهو مع الوقت بيتعود، يعني حبيبه هيتعود على تقلبات مزاجه. ده برج الجوزاء. اولا حابه اقول لكم حاجه قبل ما اقول لكم البرج الثالث. يا جماعه اعذروني في اصوات حواليا، انا اسفه، حقكم عليا. بس احنا بقى خلاص، احنا بقينا اسره، يعني بقينا واحد مع بعضينا. البرج التاني هو برج الميزان. برج الميزان ممكن يقول ايه لحبيبه؟ تفتكروا ايه العيب اللي موجود في الميزان اللي المفروض حبيبه يتقبله؟ هقول لكم. الميزان شخص اجتماعي جدا، اجتماعي جدا، ده اجتماعي زيادة عن اللزوم. اجتماعاته الزايدة دي بتخلي حبيبه يبقى مش مرتاح، مش هادي، مش مطمن. فدايما بتبقى عامله له كده اللي هو ايه، مش كده يعني، مش للدرجه دي يا ميزان. بس للاسف الميزان كده ومش هيتغير. فلازم لازم لازم اللي بيحب برج الميزان يعني يتقبل الموضوع ده، ان هو برج اجتماعي زياده عن اللزوم، عشري جدا للاسف. وبرج الثور، برج الثور يقول ايه لحبيبه علشان يتحمله؟ برج الثور، يعني انا ذات نفسي بقول اللي بيحب برج الثور لازم لازم تقتنعوا مليون في المية ان هو برج عنيدي جدا، عنيدي قوي، عنيدي اوفر، عنيدي جدا. فلازم يتقبل عنده، يعني لازم حبيبي يتقبل عنده عشان الدنيا تمشي والدنيا تبقى كويسة. لازم يتقبل عنده. وانا شايفة ان هو المفروض يعني اللي بيحب برج الثور يتلاشى شوية العند ويبقى هادي كده، يعني يبقى فيه يعني هدوء كده علشان خاطر الثور لو لقى
يعني حبيبه مش متقبله في موضوع العند ده، لان هو هيقوله انا مش عندي. يعني هو السور هيقوله انا مش عندي خالص، لكن للاسف هو عندي جدا جدا جدا، ودايما هينفذ اللي في دماغه. وهو يعني بنسبة 50 او 60% بيبقى دايما تفكيره صح. فانا شايفه ان الطرف التاني ما تعاندش قوي يعني، سيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه في برج الثور، لان هم بنسبه 60% بيبقى تفكيرهم صح عامه يعني. برج القوس. برج القوس يقول لحبيبه ايه او تحملني في ايه؟ انا مش عايزه حد يزعل مني، بس هو برج القوس لو هيقول لحبيبه حاجه وبصراحه هيقول له تقبل نظراتي الزايده للناس اللي حواليا. يعني لو بنوته تحب برج القوس تستحمل بقى النظرات، لاني بطبيعه القوس ان هو بيحب يبص دايما على الناس، بالذات الناس الجميله، بالذات الناس الحلوه، دي حقيقه. بس هو بيبقى يعني في ذكاء في الموضوع، بيبصوا كده بأسلوب مش ملفت. بس دي مش حاجة تقول ان هو يعني برج القوس خاين، لا هو مش خاين، بس نظراته بتألم. يعني النظرات بتاعت برج القوس بتألم، بتزعل شوية او بتتفهم غلط. في الرجالة القوس ممكن يميل لحب تاني او حب تالت، بس مش هيبقى يعني في الدرة. يعني هيقولوا مباشرة انا هدخل شخص تاني في حياتي. ده برج القوس. فدي مشكلته. لو بنوتة لو ما بقتش حابة تكمل هتقول مش عايزة، ما بقتش قادرة وهتبعد. لكن ممكن يبقى في نظرات بريئة هي مش قصده، غصب عنهم، ده غصب عنهم. فهي دي مشكلة القوس. برج السرطان. برج السرطان هيقول لحبيبه استحمل تملكي ليك، استحمل تملكي ليك. لاني هو برج السرطان لما بيحب يمتلك قوي الشخص اللي معاه. خلاص ده الكائن ده كده كله على بعضه كده يخصني بس. فبيبقى التملك بيبقى اوفر شوية، فده بيخلي السرطان ده عيب عنده بالنسبة للطرف اللي بيحبه. لكن لو تقبلوا الموضوع المواضيع هتمشي، لاني برضو في حاجات كتير قوي كويسة في السرطان. يعني بيحب دايما عطوف، الحب عنده رقم 1 يعني في حياته، ما يقدرش يعيش من غير الحب، زيه زي الحوت بالظبط. تقبلوا حتة التملك في السرطان. نيجي بقى لبرج الحمل. برج الحمل يقول ايه لحبيبه؟ برج الحمل يقول له أرجوك استحمل عصبيتي وانفعالاتي. لو قدرتوا تستحملوا العصبية والانفعال بتاع برج الحمل الدنيا هتبقى كويسة. هما فترة واحدة يعني، فترة أول ما تلاقوا الفترة دي كده شغالة مع برج الحمل في الانفعال والعصبية، استحملوا، لأن بتبقى وحشة قوي 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 يعني، بس استحملوها. بعديها لو استحملتوها بصوا هتتشالوا فوق الدماغ، يعني الحمل هيحطوكوا فوق الدماغ كده. فاستحملوا الحمل في موضوع الانفعالات والعصبية. دي انا شايفاها عيب، لكن الحمل كويس جدا وبيقدر الناس اللي بتستحمله اكتر. فلو بتحبوا حد الحمل استحملوا عصبيته وانفعالاته شوية، لانه يستاهل، هو يستاهل، نستحمل شوية. برج العقرب. برج العقرب يقول ايه لحبيبه علشان يستحمله؟ طبعا هو مش هيقول، بس انا اللي هقول لكم، لاني برج العقرب عمره ما هيجي يقول النقطة دي فيه، مش هيقولها، ولا ولد ولا بنت. بس انا هقولها لكم، استحملوا غيرة العقرب، لان غيرة العقرب صعبة ومش بتدي مؤشر اللي انا بغير، انا غيران، انا اتخانقت معاكم عشان انا غيران. لا لا لا، هو هيتخانق بس مش هيقولكوا ان الخناقة دي سببها الغيرة،
لكن هي سببها غيرة، وهتبقى خناقة رخمة، يعني رخمة صعبة. لو نكشتوا في الموضوع هتلاقوا ان الموضوع اساسا غيرة. فدي انا شايفاها يعني مشكلة عند العقرب جامد، ان هو بيغير زيادة عن اللزوم، بالذات للشخص اللي بيحبه جدا. هو اصلا كمان بيغير في الشغل، يعني مش شرط ان يكون شخص حبيب ليه، لا لا لا، هو كمان بيغير في الشغل، بيغير جدا في الشغل. فمش بيبين ده، بيجتهد اكتر ويجتهد اكتر ويجتهد اكتر علشان يبقى احسن من الطرف التاني. دي حاجة كويسة على فكرة في العقرب، بس ما تستنوش ان العقرب يقولوكوا انا بغير، بالذات مع الحبيب. يعني مش هيحسسكوا بده خالص، سواء بنت او ولد، يعني مش هيحسسكوا بده. لكن انا بقولها لكم بصراحة، هو بيغير جدا 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 جدا، بالذات لما بيحب قوي. بيبقى شخص غيور جدا، بس هيقلب الغيرة بخناقة، فانتوا مش هتاخدوا بالكم. بس لو رجعتوا حسابكم كده هتلاقوا بيبقى فيه خناقة. طالما في خناقة كده في كافيه او وانتوا قاعدين في كافيه او ماشيين في شارع مرة واحدة كده، اعرفوا انه العقرب غيران. فتقبلوا غيرة العقرب يا جماعة. نيجي بقى لبرج الأسد. برج الأسد لازم يقول لحبيبه أرجوكوا استحملوا غروري، لأن برج الأسد مغرور جدا، مغرور جدا، دايما كده شايف نفسه، شايف حاله. هو مش قاصد يبقى مغرور، لكن أنا قلت لكم قبل كده هو عشان واثق في نفسه زيادة عن اللزوم. ف عارف ان هو لما بيخش مكان كده بيخطف الانظار، فرد نفسه كده، سواء بنوتة كده واثقة من نفسها قوي، سواء راجل ماشي كده واثق من نفسه. شايفين الحال شوية لو انا. فالنقطة دي بتضايق الطرف التاني من حبيب البرج الاسد. فانا شايفة ان لازم 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 اللي بيحبوا برج الاسد يستحملوا حتة الغرور شوية. يا جماعة اتغروا معاهم. اتغروا مع برج الاسد وخلاص. هما مش قاصدين ده، بس هما واثقين في نفسهم زيادة عن اللزوم، فاستحملوا غرور الاسد يا جماعة، او اتغروا معاهم بقى. نيجي بقى لبرج العذراء. برج العذراء يا جماعة عنده مشكلة. انا بحب برج العذراء بس هو عنده مشكلة، التناقض يا جماعة. يعني لو بيحب حبيبه دايما هيفضل ينتقد فيه. يعني لو بنوتة هيفضل يقول لها مش حلو الشعر ده، انا شايف ان انتي تعملي حاجة تانية، اللبس ده مش قوي، على فكرة لو كنتي عملتي حاجة يعني لبستي ده مع ده كان هيبقى احلى. لو بتشتغل شغلك كنت ممكن تعملي احسن. يعني مش شايف ان هو برج تناقض. هو بيحب دايما ان هو ينتقد الناس، مش هو عنده نقد يعني. فاحترموا النقد بتاع برج العذراء يا جماعة، احترموه. هو مشكلته ان هو بيبقى دايما شايف نفسه صح في الافكار وفي في الذوق، ما بيحبش يقتنع بذوق حاجة تانية او حد تاني. انا صح، انا دايما البرفكت، ما انتوا مش قوي. واحيانا على فكرة بيبقى ذوقه عالي جدا، يعني احيانا فعلا معظم الوقت بيبقى عنده تفكير صح في شغل او في لبس برضه بيلبسوا كده صح. واحيانا بس هي مشكلتهم ان هم فعلا النقطة دي بتضايق الطرف التاني في علاقة. يعني لو حد بيحب حد برج العذراء فتقبلوا، كلنا عيوب كلنا عيوب كلنا عيوب، فتقبلوا. العذراء يعني بيدي نقد كتير قوي. نبص للحاجات الكويسة في العذراء. يعني العذراء شخص جد جدا مثلا، حنون، سند. بس يعني نبص للأجزاء الكويسة، ما نبصش للحاجات الوحشة، لأن كلنا كده. تمام، كفاية بقى عذراء، كفاية. نيجي بقى لبرج الحوت. برج الحوت يقول ايه للشخص اللي بيحبه؟ يقول له اتحمل الدراما والتخيلات بتاعتي، لان برج الحوت مشكلته ان هو دراما زيادة عن اللزوم، وخياله بقى يعني خياله موديه في داهية، واحساسه عشان هو دايما بيحس قوي يعني بكل مصيبة هتحصل. فدي بتبقى بتخنق الطرف التاني. يعني الطرف التاني لو بيحبه بقى انت متشائم قوي يا حود. يعني احترموا الدراما بتاعت الحوت، لان انا عارفه ان هي رخمه، انا عارفه،
يعني انا متاكده من موضوع يعني الموضوع رخم في الحوض، لاني انا الحوض. انا الحوض و... وعارفه هي فعلا موضوع رخم، لاني دايما الناس بتبقى يعني عايزه مش كل الايام كده، يعني شويه تفاؤل شويه تفاؤل. برج الحوت بيبقى عنده تفاؤل بس في اوقات معينه، لكن غير كده تخيلاته فظيعة. يعني لو نفسيته وحشة هيتخيل حاجات مش حلوة خالص، مش حلوة خالص، فهيقلبها دراما بقى. فاتحملوا الحوت في الدراما يا جماعة، تحملوه لان هو شخص درامي قوي، فتحملوه تحملوه عشان هو في حاجة كتير قوي حلوة، في حاجة كتير قوي قوي حلوة في الحوت، فاتحملوا. نختمها بقى ببرج الجدي. برج الجدي يقول ايه لحبيبه بسرعة كده؟ استحمل وتقبل ان انا بحب الفلوس. لازم حبيب الجدي يحط في دماغه ان برج الجدي بيحب الفلوس. كلنا بنحب الفلوس، بس برج الجدي اكتر، لانه هو برج عملي وبيبقى باصص لقدام للمستقبل، ودايما بيبقى عايز يبقى معاه حاجة متشالة علشان خاطر محدش ضامن بكرة فيه ايه. ده الجدي، الجدي عملي. فده ممكن يزعل حبيبه شوية، يعني ممكن حبيبه يزعل بقى اللي هو الفلوس مهمة اكتر مني يعني. لا هو مش اكتر منه، بس الفكرة ان هو بيفكر بالعملي، يعني حياته عملية اكتر، يعني لانه هو شايف المستقبل قدام صعب شوية، فمحتاج فلوس فلوس فلوس. فاستحملوا يا جماعة، وفي الاول وفي الاخر كلنا فينا عيوب يا جماعة. بجد بجد الدنيا سهلة، كل حاجة سهلة. وانا حبيت بس ان انا اقول لكم كده شوية حاجات الابراج ممكن تقولها للشخص اللي هم بيحبوه، خصوصا في بداية السنة، عشان نبقى فاهمين كده الامور كده على بعضها. طبعا الكلام ده انا قايلاه من خلال معارفي، الناس اللي حواليا، شفت عيوبه كده وانا شفت عيوب نفسي بتاع. تمام تمام. ومش عايزة اي حد يزعل مني. كلنا عندنا اغلاط، كلنا عندنا مميزات. مفيش حد كامل. بس كده مش هطول بقى عليكم اكتر من كده، وعايزاكم بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، علشان في اماكن كتير قوي هصورها الايام اللي جاية. هصور لكم اماكن تحفة تحفة تحفة، فن بقى وروعة. بصوا هظبطكم وهجيب لكم اماكن مش غالية خالص، رخيصة. بس تنسوش اللايك، كومنت، شير، اشتراك، عشان القناة تكبر. اوكي. اشوفكم على خير، باي باي.